ودي كانت اخر تفتيشه لينا في الصين. مش هنتفتش تاني واحنا داخلين المترو ولا احنا داخلين القطر. كل يوم بتفتش 3-4 مرات، وشنطتي بتتحط على السير 3-4 مرات. انا ظهري وجعني من كتر ما وطي احط الشنطه واشيلها تاني. هلو هونج كونج. Yes sir. هير. Yes sir. اوكي. انا رايح بلد جديده وهيسالني على فندق وطيران. لا حجزت طيران خروج ولا حجزت فندق. انا مش عارف، دايما بسيب نفسي لاخر لحظه. انا في محطه القطر قدامي ساعه وهبقى في هونج كونج. والله العظيم ما حجزت حاجه. هنحجز دلوقتي الاول الفلايت. هحجز الطيران لاي دوله خروج وهرجع لكم تاني. حجزنا الحمد لله الفندق والطيران، وانا خلاص شويه هركب القطر. ربنا يجعل موظفين الجوازات خفاف علينا واحنا خفاف عليهم. دي كراسي انتظار. الصين عامله فيش كهرباء في كراسي الانتظار اللي في محطه القطر. محطه القطر هنا مختلفه، قافلين عليها كده كانها مترو، مش عارف ليه. هم عايزين يحسسوا الناس ان هونج كونج صينيه تقريبا. دي اول محطه قطر ادخلها عليه حواجز شبه المترو بالظبط. بصوا، ني هاو. ده اخر قطر لينا في الصين برضو. ادعوا لي بقى في موضوع الجوازات ده، لان انا مش حاجز كل حاجه ومش مرتب اي حاجه في هونج كونج. انا مجرد حاجز طيران خروج وفي نفس الوقت حاجز ليله في فندق. ما اعرفش الظابط لما يسالني هيقول لي ايه. لو عايز يمشيني بالبلد يمشيني عادي. القطر اللي انا راكبه ده واخده من شنزن في الصين لهونج كونج، وده مدته 14 دقيقه يعني مش هنكمل ربع ساعه ان شاء الله وهنكون في هونج كونج. المحطه اللي بتوصل فيها بالقطر محطه صينيه، دي بتاخد فيها ختم الخروج. وبعد كده تخش على الجوازات مكان تاني في نفس المحطه، يعني تاخد بقى ختم هونج كونج. خلينا نجرب مع بعض كده ونشوف هونج كونج دي دخولها سهل ولا صعب. انا تقريبا خرجت من الصين لان انا شبكه التليفون خلاص كده اختفت. وصلت محطه هونج كونج. المفروض دلوقتي ان انا هدخل على المكان بتاع الجوازات اختم خروج من الصين. انا بقى مش عارف هو فين. تعالوا نستكشف مع بعض. المحطه دي تحسها مطار فعلا. تشاينا ايميجريشن اهي. ده كده خروج من الصين. هقفل بقى عشان داخل على الجوازات. هختم خروج وارجع لكم تاني. ختمنا خروج من الصين، دلوقتي رايحين على هونج كونج. ربنا يستر. ادعوا لي بقى. في منطقه حره هنا، هونج كونج ديوتي فري. انا في هونج كونج. دي الورقه اللي خدتها اخش بيها البلد. ما عطانيش ختم على الباسبور. الاول عايز اشوف مكان اجيب منه خط. هلو سيم كارد. يا وير 7-Eleven اوتسايد. بقول لها عايز خط، بتقول لي روح 7-Eleven. لقيت خلاص 7-Eleven اهو. تعالوا بقى نشتري خط. هلو السيم كارد 1 ويك. 1 month. give me one. اشترينا خط هونج كونجي ب 33 هونج كونج. خلينا بقى ايه نشغل الخط وبعد كده ايه نروح المدينه. انا مش لاقي حته اقعد فيها فقعدت على السلم هنا عشان نشغل الخط. بص اللي انا فهمته، اولا انت لازم يكون معاك نت، ففي واي فاي فري في المحطه هنا. بعد كده هتخش على الكارت هتلاقي فيه سكان هنا، تعمل له سكان والخطوات اهي هنمشيها مع بعض. هنختار اللغه انجلش. individual يوزر. شغلته خلاص. بص هو الموضوع سهل جدا. انت اول ما بتحط الخط بيجي لك رساله بلينك تخش عليه وتمشي على الخطوات دي، وبيقول لك الاول سجل، وبعد كده هو بيقرا السيم كارد بتاعتك برقمها، وبعد كده بتسكان الباسبور بتاعك وبتسكان وشك. اوكي كونفيرم. انت متاكد ان البيانات دي صح؟ البيانات دي صح. خلاص يا باشا ايه كونفيرم. وكده اقدر اقول لكم بقى ايه مرحبا بكم في هونج كونج. فيلا بينا. عايزين بس الاول نشوف هنروح ازاي للهوستل ده او للفندق ده. انا حاجز بقى حته فندق، هو سرير في زخنق. هونج كونج غاليه، فبعد 3 ايام بدور والله العظيم سبتها على الله. ويوم ما انا مسافر وقاعد في محطه القطر بحجز لقيت ده حلو. هوريه لكم يا رب يطلع زي ما انا شايفه في الصور. ان شاء الله يطلع كويس. هشوف بس الطريقه اللي هروح بيها للهوستل وارجع لكم تاني. انا لسه بحاول استكشف ازاي هروح البلد. جيت هنا اهوت المكان اللي هنشتري منه التيكت، بس تقريبا كده احنا محتاجين فلوس كاش. لازم نبدل دولار عشان نشتري تيكت. فهنبدل 50 دولار كده ايه نمشي بيها نفسنا لحد ما نشوف البلد دي بتمشي ازاي. بدلت 50 دولار خدت 365 دولار هونج كونجي. شكله حلو والله. تعالوا بقى ايه نشتري التيكت. الاول انت بتيجي هنا اهو، دي المحطه اللي انا رايحها. عايز 5 يوان هنديله باي. هنا المكان اللي هنباي فيه. المكنه دي مش نافعه، دي اللي بتاخد كاش اهو. حط هنا فلوسك. التيكت اهي، خدنا تيكت. يلا بينا. دخلنا. تعالوا بقى نشوف المترو هنا ايه اخباره. هننزل تحت تقريبا. دخلنا المترو اهو. احنا المحطه الجايه يعني محطه واحده. وصلنا المحطه خلاص. تعالوا بقى ايه نطلع من المكان ده. GPS قال لي اكزيت كي، ده اكزيت كي. تعالوا بقى نطلع ونتمشى لحد الفندق كده نشوفه فين. وصلنا هونج كونج. انا طالما طلعت من تحت الارض وطلعت فوق الارض كده بعتبر نفسي خلاص وصلت البلد. سلم 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 سلم. تعبت. انا حاسس كده ان البلد دي فوق بعضيها شويه. ايه الشارع الضيق ده؟ ده شارع GPS قال لي خش فيه. انا اللحظه وانا بره هو في شارع هنا فعلا. وصلنا الايه الفندق بتاعي.
بس الفندق عباره عن سرير يعني جنبه ترابيزه، وهنا حمام. مش بتنور ليه حمام؟ هنعرف بينور بياخد وقت معلش، بس كده هو نور حلو قوي. وده زرار عشان لو انت عايز تشغل الميه السخنه. ده الحمام ودي الاوضه. يلا بينا بقى ننزل ناكل. انا نزلت الدور الارضي في العماره اللي انا فيها سوق تحت العماره. السوق ده الاكل الحلال فيه منتشر قوي. المطعم ده بقى حلال. المطعم ده بقى حلال. خلينا نشوف هناكل من عنده ايه. ايه ده؟ ساعة مصري. تعال يا والله هتحضني يا جدع. هتحضني يا جدع. نو. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ والله فتح لايف ولا ايه؟ لا ده فيديوهات يوتيوب. والنبي المصريين دول عسل اقسم بالله. الشيف اللي هنا مصري، ولما عرف ان انا مصري جه يسلم عليا. المصريين دول احلى حاجه في الدنيا. انا كده هاكل بنفس، مش هاكل عادي، لا هاكل وبنفس. دي الاكله بقى موزه كده ومع رز وعليها سلطه. لا حلال جامده. الموزه دي نسفتها. تعالوا اوريكم المطعم من بره. ثانك يو فيري جود. هاو ماتش؟ 104. قبل بي. ها اشوفك بكره بقى. يلا حبيبي سلام. بصوا الكرش المصري بدأ يظهر. يلا بينا بقى نتجول كده ونشوف المدينة أخبارها إيه. What is this? This is This time I give you special price. 298. I give you a 180. Okay, not today by the way. Maybe tomorrow. Oh, why didn't today? Today is so good weather. Yeah, but I need to discover the city first. بصوا شكل التاكسي هنا عامل ازاي. بصوا المدينة شكلها حلو قوي من هنا. لا المدينة شكلها رايق من هنا يا جماعة. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ تاني يوم من هونج كونج والنهارده الجمعه، وطبعا لازم نبتدي يومنا بصلاه الجمعه. انا كنت شايف امبارح في مسجد جنب الفندق، هروح اصلي الجمعه. ادعوا لي كده ربنا يتقبل وربنا يتقبل منكم جميعا يا رب. هصلي الجمعه في هونج كونج. هصلي الجمعه بقى ونفطر ونفرج بقى. الجامع كبيرة قوي والناس اللي رايحة تصلي كتير. انا حاسس ان انا هصلي الجمعة في مصر. بصوا الناس اصلا اللي داخلة تصلي قد ايه. هخش اصلي وارجع له. صليت الجمعة الحمد لله. دي صلاة جمعة بالعربي والشيخ عربي وبيقرا كل حاجة عربي. دي أحلى حاجة أنا شفتها من ساعة ما جيت الصين. بقالي شهر في الصين بحس إن أنا بصلي في وسط حراسة. في إيه يا عم؟ أنا عايز أصلي براحتي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنتوا مش شايفين ضخمة قد إيه؟ وعلى الشارع مفيش أمن. أنا مبسوط أوي. يلا بقى نكتشف هونج كونج عشان هما يومين. الجولة بتاعتنا النهاردة هتبقى عشوائية كده، يعني هنكتشف فيها البلد واحنا وحظنا بقى اللي هنشوفه. يعني احنا هنطلع على الكورنيش دلوقتي، نركب عبارة، نركب اتوبيس. احنا مش هنعرف نعمل اكتيفيتي كتير قوي في البلد دي لان هم يومين. انا لسه راجع من الصين. كل الناس بتقول لك ان البلد دي صينيه، بس هي البلد دي ملهاش علاقه بالصينيين خالص. اولا كلهم بيتكلموا انجليش هنا. الاكل هنا مختلف، يعني النودلز اللي كنا بناكلها في الصين هنا اكله سياحيه. يعني لانجونامين اللي هنا، انا رحت هناك لقيت الوجبه ب $80 هونج كونجي، ما يعادل حوالي حاجه و70 ريمبي. هناك انا كنت باكلها ب20، يعني ب 25 ب 30 لما يكون المحل مثلا واو. البلد هنا كل حاجه فيها غاليه. انا دلوقتي قدام المحل اللي كنت بشرب فيه عصير في الصين، وعايز اقول لكم ان سعر العصير هنا ضعف الصين. الطقوسه بقى هنا اللي غريبه. بص التاكسي موديلات قديمه قوي كلها، مش ستايل صيني خالص. هو ده مبنى ولا جنين؟ انا مش عارف ايه ده. بصوا المبنى التفاصيل فيه عامله ازاي، شكله رايق قوي بصراحه. في كميه شجر في البلكونات وعلى الفندق من فوق. بصوا انطباعي الاول عشان انا لفيت امبارح في المدينه هنا. المدينه هنا للاغنياء قوي يا جدعان، قوي. مش الاغنياء عادي، لا لا. لو انت سائح زي كده سولو ترافلر وبتاع وحطيتها زي في نص البادجت، اخرك فيها 3 ايام لان هي هتبوظ لك السفريه. اكل غالي
المواصلات غاليه، سكن غالي جدا جدا جدا. انا الاوضه اللي انا قاعد فيها دي ب 25 دولار في الليله. هي يا دوب سرير، كومود صغير، حمام قد السخان والدش فوق القعده، يعني من كتر ما هو صغير قاعده فوقيها دش وسخان وجنبيها حوض يا دوب لو هتغسل فيه حاجه ياخد تيشيرت قد كده. وده لان البلد هنا صغيره فيها كميه ناس رهيبه والعمارات لازقه في بعضيها. انا امبارح داخل من شارع يا دوب واخدني طباع عن البلد. الاول روحها حلو، مختلفه عن الصين. انا في الصين ومش في الصين. الانطباع السائد هنا مش صيني، يعني حتى الناس اللي باجي اتكلم معاهم بقول له انت صيني، يقول لي لا ام هونج كونج. هو نفسه مش حابب يقول انا صيني، هو بيتكلم صيني، شكله شكل صيني، لا هيئته كامله صيني، بس هو مش حابب يقول انا صيني. الدنيا هنا مختلفه، السواقه هنا على اليمين مش على الشمال، طابع كده انجليزي، لان طبعا انجلترا كانت مستعمره هونج كونج لفتره طويله قوي، والمفروض ان هونج كونج دي فاضل لها بتاع حاجه 20 سنه وهتبقى صينيه. كام بعد فتره من الزمن مش هيبقى فيه هونج كونج. فانا مبسوط ان انا جيت هونج كونج. بص الطياره الهليكوبتر دي كانت فوق المبنى اللي هناك ده. تعالوا بقى نتمشى. انا جيت هنا امبارح بالليل، المكان هنا بقى ايه رايق قوي، هو كورنيش كده بس بيبص على المدينه كلها. عايزين نعدي الناحيه الثانيه نشوف فيها ايه. طيارات الهليكوبتر بتطير كتير قوي هنا، مش عارف ليه. تفتكروا ليه؟ في ناس هنا بتتنقل بالطيارات. هي الكاميرا مش هتجيب المنظر، بس هي الطياره الهليكوبتر دي عملت لاندنج على الناحيه الثانيه. اعتقد ان في ناس هنا بتتنقل بالطيران الهليكوبتر. هليكوبتر تانية يا جماعه اهي بتعدي النهر. انا لسه مش فاهم ايه كميه الهليكوبتر اللي بتعدي النهر دي. طياره هليكوبتر 10. هو طلع في رحلات هنا بالهليكوبتر. انا دخلت ابحث عنها لقيتها غاليه قوي بصراحه، 1000 دولار و500 دولار وحاجات غريبه كده. ربنا يبعت يا رب ان شاء الله ونيجي تاني هونج كونج ونركبها، محدش عارف. المفروض ان الناحيه الثانيه دي جزيره، لو انت عايز تعدي النهر بهليكوبتر موجود، بكروز موجود، بيخت صغير برضو موجود، وممكن تعدي بالعباره دي. العباره دي بابليك وصوره صلاح اهي منوره محمد صلاح. العبارات دي بتركبها تعديك الناحيه الثانيه من النهر. تعالوا نعدي الناحيه الثانيه نشوف في ايه الناحيه الثانيه. لقيتهم بيوزعوا ده في الشارع فري. وجوم احنا نازلين دلوقتي على عباره. بصوا الناس قد ايه بتركب العباره. ايه ده في ايه؟ العباره دي بتاخد كام واحد بالظبط؟ عايزين نلحق مكان يكون جنب الشباك بس. هلو دي شكلها من جوه. هي برضو مش واو قوي يعني، لان هي نقل جماعي عادي يعني. What is this? This is me ها؟ Yeah it's me. بيصورني في الكاميرا بتاعته الأخ الصيني ده. استنى أعرفه بقى إن أنا كنت في الصين. Look this is where. 张家界 Yes. 哇 Where? 天门山 Yes. Tianmen yeah? 天门山 And this 重庆 Chongqing yeah. 哦 المدينة. بصوا بقى من الكروز. الله أخونا الصيني. هالو ني هاو. hello hello ني هاو ني هاو. 你好你好 انا في الكروز بتاع هونج كونج يا جماعه. ده المكان اللي احنا بنوصل له بقى. هنطلع من هنا، يلا بينا هننزل من العباره. افتح يا سمسم. زحمه قوي يا جدعان والله، يعني في ناس كتير قوي راكبه العباره دي. بصوا الناس قد ايه نازله منها. ودي بقى العجله بتاعت هونج كونج المشهوره. بصوا يا جماعه كميه ناطحات السحاب هنا عامله ازاي. بصوا المباني هنا عامله ازاي، لازقه في بعضيها وكلها ناطحات سحاب. كده عدينا الناحيه الثانيه وجربنا العباره. هنرجع بقى الناحيه الثانيه. المنطقه دي فيها حاجات كتير قوي ممكن تتعمل، وفيها تلفريك، وفيها تطلع الجبل، ممكن تعمل فيها حاجات كتير. بس عشان انا ما عنديش وقت هعرف اكتشف المنطقتين، فانا هكتشف اللي اقدر اكتشفه الناحيه الثانيه. الباقي بقى ان شاء الله السفريه الجايه بقى لما اجي الصين تاني هبقى اعدي على هونج كونج اكمل الناحيه الثانيه. تعالوا بقى نركب العباره ونرجع تاني الناحيه التانية. تعالوا بقى نجيب التيكت تاني اهي. التذكره اهي. التذكره هنا عامله 5 دولار هونج كونجي، تعديك من الناحيه دي للناحيه التانية. بعد المشي في الحر ده بقى ايه، هنيجي لحبيبنا محل العصير اللي انا بحبه. قلت اجيب بقى عصير ليمون كده فريش ايه يرطب عليا، لان خلاص مش قادر. الموضوع صعب يا جدعان. 12号顾客取餐。الدنيا ليلت كده والشمس راحت. تعالوا بقى نروح المكان اللي هو بتاع الليديز نايت ماركت ده. انا عايز اركب اتوبيس من اللي هم 2 دور ده. هو جايب لي المواصلات اتوبيس. احنا المفروض هنركب اتوبيس رقم 6، ده رقم 2. اتوبيسات هنا كتير قوي، كل شويه بيعدي اتوبيس وكل واحد برقم. يعني بص
ده رقم 1 ايه، فاهم؟ في 1 ايه 1 بي 1 سي، كميه اتوبيسات وكلها دورين. مفيش اتوبيس رقم 6 ولا ايه؟ استنوا كده، في اوبشنز تاني. هو قايل لي هنا 3X و35 ايه، ممكن نركب حاجات كتير اهو. ماشي، ولا واحد من دول جه. لقيته اهو خلاص. اتوبيس ده 35 ايه. هو باك 10 اوكي نا. خد مني 10 والاتوبيس اصلا بيقول 80. الاتوبيس هنا اهو. ده انا في الدور الثاني على الفيو الرايق ده. الاتوبيس هنا لوحده خروج، الاتوبيس النقل العام. نزلنا خلاص من الاتوبيس وجيت هنا. منطقه هنا بقى زحمه جدا عن المكان اللي كنت فيه. ايه ده؟ ايه كميه الناس دي؟ ايه المول الضخم اللي هناك ده؟ فمش عارف ايه المول ده. تعالوا كده نخش نشوف. ايه السلم اللي انا طالعه ده؟ كل ده سلم كهرباء. سلم كهرباء كبير قوي. بقالي كتير قوي في سلم الكهرباء ده. ايه السلالم الكهرباء دي طويله قوي، طويل قوي. يعني الزوم 2 مش جايب اخره وانا في نصه اصلا. مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بس يعني سلم الكهرباء بادئ من دور 2 3 4 5 في الدور السادس. سلم الكهرباء بيطلع 6 ادوار. ده سلم كهرباء جوه مول. ها هنروح فين بقى؟ مفيش حاجة يعني، مجرد المحلات دي بس، ولا في أي حاجة تانية؟ بس سلمين كهرباء طلعونا في أعلى حتة في المول تقريبا. شايفين المول عامل من هنا إزاي؟ هو ضخم قوي بس هو سلالم بس. هي إيه الزحمة دي كلها؟ الناس دي كلها طالعة عشان المطعم ده؟ ده إيه المطعم ده؟ وبيتصوروا مع الحاجات دي. في ناس بتتصور مع الأطباق بتاعته. محل بيعمل معاهم انترفيو. هو اللي بيخش ياكل جوه بيعمل إيه بالظبط؟ هو بيبيع الحاجة بتاعته، بيبيع أطباقه وتيشيرتاته والأكل بتاعه هنا أهو. أنا بحثت عن المطعم، بيقول لك إن هو مطعم تشيكاوا رامين، مطعم ياباني. هو المطعم عن الشخصيه الانمي بتاعتهم اللي اسمها مش فاهم. المهم انه مطعم ياباني. هو لسه في سلالم بتطلع تاني في المول ده. طب السلالم اللي فوق دي بتبص على ايه؟ اهو المول اهو. وربنا مول غريب، انا ما شفتش مول كده قبل كده. انتوا مش متخيلين العلو اللي انا فيه. المطعم من جوه اهو نودلز عادي. اعلى نقطه في المول يا جدعان. انا هجيب اخر المول ده، انا هجيب اخره. هنا زي فود كورت كده. بصوا المول من هنا عامل ازاي. مش فاهم انا المكان ده كله مش مستغلينه ليه. مش بتقولوا البلد ما فيهاش اماكن؟ يعني ايه ده؟ طب ده يعني ايه اكبر منه بكتير اهو. المول شدني بصراحه من بره، حجمه عملاق. تخيلين المول قد ايه بجد؟ ضخم قوي. 3/4 فاضي من جوه، عاملين فيه رسومات. احنا دلوقتي وصلنا شارع المفروض ان اسمه ليديز نايت ماركت. هو مش للليديز يعني، عشان بس ما تفكروش ان احنا رايحين شارع حريمي يعني. ده جزء من الشارع على اليمين وده جزء تاني من الشارع على الشمال. تعالوا نشوف بقى النايت ماركت بتاع هونج كونج اسعاره ايه. 3 ب 200، الاتنين ب 180. الشورت الغريب ده ب 20. ميداليات وحاجات اكسسوارز. ماجنتيك بكام عندك يا حاجه؟ هاو ماتش؟ 20 ها؟ اوكي 10 اور 20؟ 10. انا عجبني ده، شكله حلو. انا اشتريت ده الماجنتيك ده القطعه ب 120. هنا في شنط تقليد اهي. في تصوير هنا انا مش فاهم بيصوروا ايه. كميه كاميرات رهيبه. وفي مخرجه ماسكه حاجه بتكتب عليها هلو 8 for 100. 10 10 تيشيرتات ب 100. ده كواليتي ايه ده؟ ال10 ب 100، يعني الواحد واقف بحاجه و70 جنيه. ده ببلاش. مولعين في الشارع بيعملوا حاجه طقوس دينيه تقريبا، وحاطين سوداني وفشار وحاجات. ايه الطقوس دي؟ اعتقد ان دي طقوس دينيه عندهم. كميه ناس وقاعده مولعه في الشارع. سوق ليلي جميل وفيه هدايا وفيه حاجات ورخيص. احنا خلصناه خلاص. طويل جدا، موجود فيه هدايا تقليد كتير. في كل حاجه، ملابس، هدايا، اكسسوارات، تكنولوجيا برضه وباور بانك. صباح الخير. ده اخر يوم لينا في هونج كونج. انا عند المطعم اللي في مصر ده اللي هو المطعم الباكستاني. جبت سندوتش برجر فراخ افطر بيه عشان اليوم يبقى حلو كده. يعني احنا هنعمل حاجات كتير قوي النهارده. عايز اروح المكان اللي هو بتاع المونستر بيلدينج ده، اللي هي المباني اللي لازقه في بعضيها دي. وبعدين ممكن نيجي نروح التايم سكوير. لكم معايا بقى لاخر الفيديو كده عشان ايه نستكشف هونج كونج مع بعض. برجر وصل، هو برجر فراخ حلو جدا والله. سندوتش محترم. How much؟ 30؟ اوكي. فطرنا الحمد لله. يلا بينا بقى ايه ننطلق. بسم الله كباب. بسم الله كباب.
ثانك يو. شكرا اخي. ناس زي الفل وناس محترمه. هو عامه موجود في نفس العماره اللي انا ساكن فيها. اللي انا اكتشفته ان العماره اللي انا ساكن فيها دي هي اصلا معلم. انا اصلا اول ما جيت العماره ما اقول هو في ايه، ليه العماره زحمه وحاسس ان انا في سوق. وغير كده قدام العماره الناس بتيجي تتصور معاها، يعني هي اساسا عماره مشهوره لدرجه ان الناس بتيجي تتصور معاها. ده شارع موجود جنب الفندق اللي انا قاعد فيه، اللي هو الفندق المشهور، العماره المشهوره دي. ده العماره اللي انا ساكن فيها هنا، ودخلتها من هنا. هي كلها اصلا دي العماره. بصوا الشارع هنا عامل ازاي، العماير هنا لازقه في بعضيها لازقه. تعالوا بقى نركب مترو ونعدي الناحيه الثانيه للجزيره، نروح كده كم مكان مشهور نصورهم ونرجع تاني. عندنا النهارده اماكن كتير عايزين نلحق نخلصها قبل ما نسافر. مترو هنا زحمه جدا. تعالوا بقى نشتري تيكت. هو المفروض ان في كارت هنا بتطلعه، بس الكلام ده لو الواحد قاعد مده. يعني في كارت اسمه اوكتوبوس، ده بتستخدمه في المترو وفي السوبر ماركت، بس انا عشان هم يومين فمش مستاهله يعني. ففي مكان كده بتشتري منه التذاكر. اهو المكان ده مش شغاله دي. ايوه هو المكان ده، كواري باي. دي الخط الازرق كواري باي اهي. بتدوس على الشاشه هنا، قال لي $15. تحط الفلوس هنا، يطلع لك من تحت هنا التذكره. باقي الفلوس اهو، ودي التذكره اهي $15. يعني المترو هنا غالي جدا. المترو هنا صعب قوي. ايه ده؟ انا حاسس ان انا ماشي في مدينه مش محطه مترو. ركبنا خلاص المترو. بصوا شاشه المترو عامله ازاي جوه. الافضل اللي جوه المترو التوه اساسا. لا الدنيا هنا اسهل شويه. انا يا دوب خرجت من المحطه هناك، جيت لقيت المحطه في وشي. ايوه ده متطور شويه. ايه ده؟ ياه اخيرا وصلت. انا كل اللف اللي انا لفيته ده عشان اجي اخد صوره مع المكان ده. انتوا متخيلين اصلا العماير هنا عامله ازاي؟ هنا بقى بتشوف قد ايه هونج كونج لازقه في بعضيها. يستاهل المشوار ولا ما يستاهلش؟ بصراحه هو مكان ما يستاهلش اصلا الضجه اللي معموله عليه. هو شكله غريب بس هي عماير لازقه في بعضيها زي ما انت شايف. مش عارف هم عايشين فيها ازاي. ده مليانه بني ادمين، فيها كميه بشر رهيبه. بس المكان عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه هنا غير انك بتيجي تاخد الصوره اللي انت شايفها. لو انت شايف انها تستاهل تعالى يلا بينا. مش هنضيع وقت هنا كتير، نرجع بقى المدينه ونشوف هنعمل ايه. ضيعنا بتاع ساعه ونص ولا ساعتين من يومنا عشان نيجي ناخد الصوره دي. انا كنت متحمس قوي ان انا اجي المكان ده لان صوره حلوه قوي على النت. لما جيت هنا عادي، منطقه شعبيه وبيوت شعبيه وشعبي قوي يعني. ماشي مش مشكله، ادينا بنستكشف. ادينا جينا مكان مشهور. هنروح بقى مكان دلوقتي المفروض ان المكان ده هو التايم سكوير بتاع هونج كونج. عماير هنا عامله ازاي يا جماعه؟ تشغر من بعيد. العماير هنا كميه شقق رهيبه. ايه ده؟ بصوا اللي هناك بعيد دي. ايه؟ انا المفروض هركب الاتوبيس ده. لقيت فرع دي جي اي هنا اهو. تعالوا نشوف اسعار دي جي اي في هونج كونج احسن ولا في الصين. اعلى حاجه هنا بقى القصه دي، يفتح الباب. الاسعار تعتبر هي بس عشان الضريبه هنا قليله. في دي جي اي تلاقيها ارخص شويه، حاجات بسيطه يعني. فرق مثلا 20 ريمبي او 30 ريمبي حاجه كده يعني. المحل بتاع البيكري ده عليه زحمه بطريقه رهيبه. بصوا كميه الناس قد ايه. بصوا الطابور اساسا قد ايه. كل الطابور ده عشان بس ايه؟ يشتري حاجه من محل البيكري ده. خلينا نجربه مش هنخسر حاجه. المحل اصلا من جوه شياكه يعني. اصلا الحاجه هنا تفتح النفس. لاتيه كولد اوكي. ميديوم with sugar. This is the best selling. egg tart. المكان شكله شيك قوي يا جماعه. هنا بتعمل لنا القهوه. هنجرب بقى الايج تارت دي ونشوف هي ايه. قهوه. قلب القهوه دي. بصوا السليمو عامل ازاي وما بيضغطش. الله. لا القهوه بتاعتهم حلوه قوي قوي قوي. ودي بقى الايج تارت. دي الايج تارت بتاعتهم. هنجربها. لا حلوه. طعمها حلو قوي. حلو. والقهوه بتاعتهم جامده قوي بصراحه. هو مش رخيص. انا دفعت في اللاتيه الساقع الميديوم ده والتارت $59 بس هو طعمه حلو يعني. وانا بصراحه كنت عايز قهوه وكمان كنت عطشان وحران، فقلت اجيب قهوه ساقعه. جبت لاتيه ساقع طعمه تحفه بصراحه. والبتاع اللي كلتها دي خطيره يعني. المكان ده هو يعتبر التايم سكوير بتاع هونج كونج.
السياح والشعب كله هنا، يعني عايز اجواء وفعاليات تعالى هنا. شايفين الترام شكله عامل ازاي؟ شكله حلو قوي. هونج كونج المدينة أو البلد، لأن أنا يعني مش عارف أحدد هي مدينة ولا بلد، يعني هم محتاجين فيزا لوحديهم، بس هم تبع الصين، ليهم قصة كده هنحكيها بعدين. تعالوا بقى جولة كده في الشارع ده ونشوف إيه اللي موجود. نعدي بس الطريق لأن الناحية التانية دي أزحم بكتير من الناحية دي. بصوا الدنيا زحمة قوي هنا إزاي، زحمة جدا جدا جدا، مش عارف أمشي، هنخبط في الناس. في هنا زي نايت ماركت اهو، تعالوا نخش نشوف النايت ماركت ده فيه ايه. تصوير سريع كده ان احنا مش هنشتري حاجه. لابس شباشب شنط ب20. حاسس انه حريمي اكتر من انه رجالي، يعني في اكتر اللبس هنا حريمي شويه. لبس اطفال اهو. نايت ماركت تعبان على قده كده ما فيهوش حاجه. تعالوا بقى نكمل تمشيه في الشارع. في مول هنا اهو، تعالى ندخل نشوف فيه ايه. مول تقريبا كبير وفي ناس كتير. بصوا فرع ابل هنا قد ايه، ده تاني فرع يا جماعه. المول هنا عادي ما فيهوش اي حاجه غير ان هو محلات وبراندات يا باشا. البراندات هنا في كل حته، يعني براندات 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 براندات. اي مول هنا اعرف ان هو بتاع الاغنياء. لوي فيتو انا شفت ليه هنا فرعين، ابل فرعين عملاقين. ده مول تاني هنا اهو برضه هتلاقي هنا البراندات. تعالوا نطلع فوق. مش عارف السلالم هنا بتاعتهم طويله قوي 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 كده ليه. انا زي ما بقول لك تخش مول هنا اعرف ان انت داخل تشوف كل البراندات. اي مول. بص المول ده مثلا قد ايه، مول ضخم بطريقه رهيبه. ده تالت فرع لوي فيتو شوفوا في البلد دي. وفي فرع بيتبني على البحر تقريبا، بيبنوا حاجه سبيشال يعني. وده هنا ديور، نص المبنى تقريبا. كل اللي هناك ده ديور. الشارع هنا كله حياة زي ما انتم شايفين كده. لفينا فيه وخلصناه اللي عرفنا نشوفه وشفناه. اعتقد ان مفيش حاجة تانية كده. شارع، مولات، محلات، اجواء هنا مختلفة تماما عن اي مكان تاني. هتلاقوا هنا الاجواء حلوة يعني كده، وناس وزحمة ومحلات. عايز تعمل شوبينج. وفي نايت ماركت هنا على قده شوية بس شغال. مرحبا بكم في هونج كونج، واحدة من اغلى الدول في العالم. لما تيجي تمشي في هونج كونج مش هتشوف غير براندات، في كل حتة براندات. الشعب هنا دخله عالي جدا. بلد زحمه جدا، فيها تعداد سكان رهيب، ناطحات سحاب في كل مكان، مفيش خرم ابره فاضي في البلد. السكن هنا عماير لازقه في بعضيها. الاوض في الفنادق صغيره جدا. اصعب حاجه ممكن تلاقيها هنا السكن، فعشان كده هو غالي جدا. الفندق اللي حجزنا فيه ده ب$25، هو مجرد سرير. انت حاجز سرير في اوضه، والحمام تخش بوشك تطلع بظهرك، يعني ما ينفعش تلف جوه من كتر ما هو ضيق. الحوض لو غسلت فيه شراب خلاص هو اتملى. لفينا في التايم سكوير وشفنا الاجواء هنا. الاجواء هنا جميله، ناس بتغني في الشارع وناس بتعمل تيك توك وناس بترقص. كل حاجه هنا. المنطقه هنا كلها حياه، روح تانية خالص في هونج كونج. تنسى نفسك من كتر الالوان والاجواء اللي هنا والزحمه. زحمه في كل مكان. الشارع ده يعتبر ازحم مكان في هونج كونج. هنعدي بقى الناحيه التانية ونروح. حبيب قلبي مصر، حبيب قلبي يا هلا. المصريين في هونج كونج. المصريين في هونج كونج يا جدعان. انجوي يا صاحبي. ايه انت منين؟ معاك حد ولا ايه؟ انا جيت اقول لك طيب بس حبيب قلبي، محتاج حاجه؟ الله يبارك لك. يلا تسلم. ده مصري بقى بالنا صدفه كده. بص احنا بس يا دوب بنتكلم. امبارح برضو بشتري عصير من محل، بتكلم في التليفون مع حد من مصر، لقيت حد بيقول انت مصري. انا اتنفضت كده. ايوه انا مصري. انا شفت 3 مصريين لحد الان. المصري بتاع المطعم حضنته، المصري اللي قابلته هنا دلوقتي حضنته برضه. الواحد اول ما بيشوف مصري بيتبسط. بسمع صوت مصري، انا عمال اسمع مصري. مصر ام الدنيا، هتفضل ام الدنيا واجمل دوله في العالم. مهما الف ومهما اروح بشتاق لمصر. انا عايز اقول لكم ان انا سفريتي كانت اطول من كده وقصرتها، ما اعرفش، حسيت ان انا لا محتاج ارجع. انا مشتاق ارجع لمصر. انا سافرت كتير جدا وقعدت مدد قصيره وقعدت مدد كبيره، سواء قعدت 5 ايام بره او 10 ايام او شهر. اول ما برجع مصر بشم ريحتها كده. اول ما باب الطياره بيفتح والله العظيم بشم ريحتها. ليها ريحه وريحه حلوه. اول ما بطلع من المطار بعمل كده، بحس ان انا خدت نفس، ان انا كنت نفسي مكتوم. والله العظيم بحس ان نفسي مكتوم. واول ما بدخل مصر بحس ان انا
انا خدت نفس. يمكن انا شفت حاجات كتير قوي بره احسن من مصر، وشفت تكنولوجيا وشفت تطور وشفت حياة تانية وشفت ناس عايشة احسن مننا بكتير. تظل مصر الى الابد هي امي وام الدنيا كلها، وده مش بشهادتي الحمد لله. انا كل اللي بقابله بقول له انا من مصر. في ابتسامة بتظهر على وش الناس كده ان انت من مصر، احنا شايفينك احسن دولة في العالم. اظن يعني الناس كلها لو بتتفرج على الفيديو هيبقى نفسهم يبقوا في المكان ده. مفيش روح والله العظيم، مفيش روح زي الحسين ولا الاسكندرية بحري ولا الكورنيش. لا 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 لا، الروح مختلفة تماما في مصر. تكفي انك تروح تقعد في قهوة بلدي شعبي في اي حتة في مصر، في اي مكان، في اي مدينة، في اي محافظة، في اي قرية. الشعب المصري الجميل واللذيذ في كل حتة. يعني حتى المصريين اللي قابلتهم هو مبسوط انه شافني. انا قلت اختم الفيديو ده هنا عشان انا بحب بلدي قوي 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 فوق ما انكم تتخيلوا. يلا بينا بقى نودع التايم سكوير في هونج كونج. انا اتبسطت هنا والله يا جماعه، الحياه هنا حلوه ولذيذه، وعجبني قوي موضوع الترام بتاعهم ده، شكله حلو قوي. شايفين؟ انا لقيت ان انا قريب من المينا اللي بيودي الناحيه الثانيه، كيلو تقريبا من هنا، فنتمشى بقى لحد المينا ونركب الفيري يعدينا بقى الناحيه الثانيه، ونتمشى بقى ايه في الشارع النجوم زي ما بيقولوا. في مكان هناك حلو وفي شارع براندات، فتعالوا بقى ايه نتمشى فيهم نستكشفهم، وبعد كده بقى نطلع نريح عشان عندنا سفريه بكره لجزيره انا نفسي اروحها من زمان. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون عن الجزيره دي. جزيره رايقه قوي قوي قوي. هنا على الارض دايما كاتب لك بص يمين ما تبصش شمال، انت مش في الصين، انت في هونج كونج. حتى لما عديت الناحيه الثانيه بص شمال، هناك بص يمين، هنا بص شمال. هو بياكد لك معلومه ان انت يا جماعه انتوا مش في الصين. هنا السواقه من على اليمين مش من على الشمال زي الصين. انجلترا مغيره كل حاجه هنا. وصلنا خلاص عند المينا اهو. عاملين اماكن للقعده ببلاش اهي في جناين، مروقين على الشعب والله. وفي قعدات هنا على الكورنيش اهي. الكورنيش بتاعنا احنا بقى اللي احنا ساكنين فيها والناحيه الثانيه، وده الكورنيش اللي بنشوفه واحنا الناحيه الثانيه برضه. المفروض ان احنا هنركب الفيري من هنا، نركب بقى العباره نجرب الميه بالليل. تجربه حلوه وببلاش يعني، دي مواصله عامه. يلا بينا بقى تعالى نطلع تيكت. بص الموضوع سهل جدا اهو. ادلت 6.5 يوان، بالليل اغلى من بالنهار. بالنهار 5، اديته 20 هيطلع لي التيكت دلوقتي والباقي. ادي التيكت وادي باقي الفلوس اهي. $5 عندهم تخينه قوي تقيله قوي، بتحطها في جيبك بتحس ان في حمل عليك كده. يلا بينا هناخد التيكت بتاعنا ده. هو ده حاج. خلاص المكنه شكلها عطلانه. القعده هنا برضو حلوه، نقعد بقى هنا نتفرج على الفيو اللي انتوا شايفينه ده. انتوا مش شايفينه كويس عشان الازاز، بس خلينا نطلع بره الازاز. بص الفيو من هنا، ده شكل العباره من جوه تمام. وده المينا اللي احنا بنركب منه اهو. بصوا ده الفيو بقى ايه من العبارة ومن المية. الله على الجمال، الله عليا. المنظر من هنا طلع فعلا خرافي. بص المكان من هنا عامل ازاي، رايق. المركب اللي انا راكبها دي $5 هونج كونجي. تركب عباره على الاصوات الحلوه الجميله. استنى افتح لكم الصوت، مش عارف صوت الموج هيظهر ولا لا. تمشي مع صوت الموج الجميل ده والبحر والنهر الجميل ده، وفي وسط المراكب الحلوه دي وعلى الفيو الرائع ده. كل ده $5 هونج كونجي بس. وصلنا خلاص الناحية التانية. تعالوا بقى نتمشى ايه، ناخد جولة كده. الممشى اللي هنا ده المفروض ان الممشى الرايق كده بتاع الناس الرايقة. اول ما توصل من العبارة هتلاقي الساعة دي مشهورة هنا، كله بيجي يتصور معاها. عاملة شبه ساعة بيج بن في انجلترا، عاملين لهم بيج بن هنا قبل ما يمشوا. ده ممشى بقى هتلاقي الناس كلها هنا بتتصور، مسميينه هنا ممشى النجوم. دي الكروز يا جماعة اللي بتلف بيك وتعمل لك جولة في النهر بتاع نص ساعة، ساعة الا ربع كده، فيها عصاير ومية. واو يعني ايه الزحمة دي، لا وزحمة
قوي كمان، يعني مش تجربه اللي هي انا كنت صدقني انا كنت نفسي اجربها، لا خلاص انا كده انا لغيت الفكره يعني، عشان بس لو انتوا عايزين. وفي اتوبيسات هنا بتلففكم المدينه على المعالم السياحيه بتاع المدينه، بس انا رايي برضو الشخصي الاتوبيس بتاعهم لقطه، الدور الثاني اطلع لف بيه خده من الاول للاخر وارجع بنفس المحطه للاخر، هتعمل جوله في المدينه وتشوف يعني شوف انه خط اللي بتشوف فيه معالم المدينه وريح دماغك. خلي مواصلاتك بالاتوبيس هتلاقي نفسك كأنك ركبت الاتوبيس اللي بيلف بيك على المعالم وعملت الجوله اللي هم جوله احلى منهم كمان، يعني تلف باماكن كتير. بص من الزحمه اللي على المركب الناس قاعده فين يا جماعه، في ايه؟ طب دافعين فلوس ليه؟ كله عايز يقعد هنا يتصور ويصور. ايه ده، انا جيت هنا لقيت ان في شو هيتعمل هنا، كل الناس دي قاعده اهي عشان تشوف الشو. في شو هيتعمل هنا دلوقتي، لايت شو تقريبا او حاجه، هنتفرج دلوقتي. كل الناس دي قاعده عشان تتفرج على الشو. انتوا شايفين يا جماعه المنظر من هنا عامل ازاي؟ شايفين المركب الرايقه دي؟ شكلها حلو قوي بصراحه. عرض لايت وليزر خفيف هو نوع من انواع الاعلانات، لان هو كل شويه يعلي الموسيقى وبعد كده الشاشه تظهر حاجه، فغالبا هو نوع من انواع الاعلانات بس حلو يعني. الناس هنا كلها هنا كانت جايه تتفرج على العرض. بصوا الناس هنا قد ايه، الشعب كله بيجي هنا بالليل بقى يقضي اليوم هنا. الممشى ما فيهوش حاجه مهمه قوي، مجرد ان انت تقعد هنا تتفرج على البحر وتسمع موسيقى. هم مشغلين موسيقى طول الوقت هنا كده هاديه ورايقه عشان الناس تيجي تقعد قاعده رايقه على الكورنيش وتبقى مبسوطه. وطبعا قاعدين شايفين الفيو الرايق اللي انتوا شايفينه ده، فيو رايق والله العظيم، لوحه فنيه بالانوار، تحفه تحفه تحفه. احلى حاجه هنا ان الاشاره لما بتبقى حمراء للمشاة، بصوا الارض بتبقى لونها احمر، يعني ما تعديش الخط ده عشان خطر. لما بيكون الاشاره مفتوحه الاحمر ده بيتلغى خلاص، ما بيبقاش فيه لون. اهي بص ما فيش الوان احمر على الارض، اللون الاحمر اختفى. دي لفته حلوه كده حبيت اوريها لكم يعني. الشارع اللي انا موجود فيه ده بقى براندات بمعنى الكلمه يعني. هنا بقى هتلاقي افخم البراندات اللي ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. كده احنا شفنا فرعين لابل والاتنين اكبر من بعض. البراندات بتتنافس على انها تفتح هنا في البلد دي. ده بقى الشارع اللي كله براندات اهو من اخره، كل دي براندات، كل واحد واخد له اول 5-6 ادوار في عماره مثلا. واعتقد ان الادوار اللي فوق دي فاضيه بس هو عشان يحط يافطه زي دي كده. بص مثلا يافطه هيرمز، بص في مطعم عجبني قوي اللوكيشن بتاعه قريب وبقى لي ربع ساعه بدور عليه، طلع جوه عماره في الدور السادس بقى. انا مش عارف بقى هي العماره دي ولا لا. تعالوا نطلع الدور السادس ونشوف. ولا فيها اي يافطه طبعا ولا فيها اي حاجه، بس هو مكتوب الدور السادس. هنطلع الدور السادس ونستكشف، لو مش موجود هننزل. هنروح فين يعني؟ ده مشغل احمد سعد يا جدعان. في مصر هنا ولا ايه؟ هو المطعم ده شغال احمد سعد على التلفزيون. المطعم هنا شكله نضيف كده ورايق، اهو حاجه نضيفه شويه بقى. مدمره حياتي حياتي اختياراتي، مدمره حياتي مدمره حياتي اختياراتي، مدمره حياتي. اخش كده مطعم الاقيه مشغل اغاني مصري، يا سلام يا سلام. ناكل ايه؟ بقى مصيبة لي. انا عرفت ليه احمد سعد كان شغال. البنت اللي شغاله في المكان مصريه. المطعم ده اسمه مطعم الضيافه، ده اسمه اهو مطعم الضيافه، والبنت اللي شغاله فيه مصريه. مفيش معالق عندكم ولا ايه؟ في طلع فيه. بس اللي جابك من دمنهور لاخر الدنيا كده اصلا؟ اوف، الموضوع هنا احلى بكتير. انا جبت استكايه كده بالرز، تحفه تحفه تحفه. لا رايق قوي، بسم الله، جامده قوي. انا عايزكم تشوفوا شكلها. اللحمه بص يا دوب بتحط ايدك كده بتلاقي البتاع بتغرز، والله العظيم بتغرز، رايقه رايقه يعني. طبعا انتوا عارفين الاحساس ده لما انا بوصل له ببقى مبسوط قوي، وانا دلوقتي مبسوط قوي فعلا. لقد كانت اكله متينه متينه متينه. الله
الله الله. انا متسلطن قاعد بسمع اغاني عربي، يعني فضل شاكر شغال اهو، وكمان كوبايه شاي مصريه من ايد مصريه، وربنا مصر ام الدنيا. وكده نبقى ختمنا رحلتنا في هونج كونج باحلى اكله من مطعم مصري. ده المكان اهو، شغل اغاني. اشوفك على خير، شكرا على الضيافه، الف شكر. مش عارف الصوت هيبقى كويس ولا لا، المايك فصل شحن. مطعم الضيافه مطعم مصري وبيعمل جميع الاكل بتاع الجنسيات اللي انت عاوزها، رايق قوي ونضيف وجميل.